موضوع المغنيين اللي بتمثل ده محير جدا، لأن الموضوع بنسبة ما مرتبط ببعضه، ولكن مش بالظبط عشان برضه محدش يفهمني غلط. ولكن هشرح لك. كل ما في الموضوع بس هو إحساسك بالكلام اللي بتقراه واصل لحد فين، وطالما بتحس بكلام مكتوب على وزن وقافية وبتوصل معانيه يبقى بنسبة ما تقدر تمثل. ومع التطور طبعا، لأنك مش كده بالظبط، ولكن هم مرتبطين ببعض بشكل ما في حتة إن الاتنين عبارة عن توصيل معاني مكتوبة على ورق وتحويلها لروح وحالة معينة. كان في حد سمعنا ولا ايه؟ لا ده احنا كنا بنفضفض مع بعض. يا جدعان هو حد يفهمنا غلط؟ احنا ما نقصدش اي حاجه والله. لا ده انت شكلك كده. لا يا عم انت هتوديني في داهيه. ده كلام ابن عم حديد. يا عم احنا في داهيه. وفي الحقيقة لو اتكلمنا عن مغنيين دخلوا مجال التمثيل فهم كتير قوي، كتير اللي كانوا بيمارسوا المهنة، ولكن خلينا نقول اللي كانوا شاطرين فيها مش بيعملوها تقضية واجب. ولو كنت شفت حلقة الأغاني في السينما المصرية، واللي بالمناسبة لو ما شفتهاش تقدر تروح تشوفها من هنا، كنت هتعرف معلومة إن زمان كان المغنيين بيتعاملوا مع السينما بطريقة مش لذيذة خالص، وعلى إنها مجرد فيديو كليبات مش أكتر. ويمكن لحد النهاردة بعض المنتجين مقتنعين إن ممكن الممثل يغني، وده شيء بديهي، ولكن إن أي مغني يمثل هي دي اللي مش بديهية خالص، وبتحتاج فترة من التدريب. وعادي لأن ما بتفرقش كتير، الكلام ده منتشر من أيام عبد الحليم، ولكن مع دخول الممثلين عالم الغناء بشكل أكبر أصبح الموضوع مختلف. سلم لنا بقى على الطرباي. وبالأخص لما بقى عندنا ناس زي إسماعيل ياسين، ليلى مراد، سعاد حسني، شريهان، سمير غانم. وخلينا نتكلم بشكل واضح أكتر ونصعب المقاييس ونقول الغنى الطربي مش الغنى الأدائي اللي معتمد فقط على اتزان الإيقاع. الغنى الطربي باختصار هو اللي بيثبت إن لو مجرد ممثل هيغني الأغنية دي هيحتاج أسابيع من التدريب، ولو مغني هيعمل دور فلاني هيحتاج أسابيع من التدريب. عايزين نحقق المعادلة الصعبة، عايزين نلاقي الشخص اللي عنده المفتاح بتاع كل شغلانة من دول منفرد، ويقدر يعمل الاتنين بجدارة، ويقدر يمارس الاتنين بمنتهى السهولة كمان، ويبقى على طول الجمهور والمنتجين واثقين فيه في الحتتين. عايزين نلاقي الشخص اللي بيعمل ألبومات ويعمل بطولة أفلام، وكمان يعمل أغاني وطنية تعيش للزمن. بالنسبة لي هي إنسانة واحدة قدرت تعمل الاتنين بشكل متميز ورائع. في الحقيقة بعد بحث كتير، ولما بصيت على ناس زي سعاد حسني وشريهان وغيرهم، لقيت إن في الحقيقة أغانيهم على قد ما هي كانت حلوة، على قد ما هم مش الناس اللي أقدر أقول عليهم إن أغانيهم كانت متميزة بشكل كبير وسابت علامة وسط الناس. أنا كنت محتاج الشخص اللي تميز في الاتنين، الشخص اللي فعلا أثبت نفسه في تنوع الأدوار والأغاني، وبرضه نوع المزيكا اللي كانت بتتقدم معاه. وفي الحقيقة ما لقيتش أحسن من الإنسانة اللي ليها 6 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وشاركت في حوالي 112 فيلم، وعملت 121 أغنية. أما بقى بعيدا عن الأرقام فهي دايما كانت ممثلة شاطرة ومجتهدة ومغنية رائعة، وأنا هنا بتكلم عن شادية. راح منك يا عين هيروح من قلبي فين. شادية هي ممثلة ومغنية مصرية، اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، والمعروفة فنيا طبعا باسم شادية. ممثلة ومطربة مصرية اشتهرت بأدوارها الكوميدية والتراجيدية في الفترة الممتدة بين الخمسينات والسبعينات، وهي تعتبر إحدى الممثلات والمغنيات اللي أبدعت في مصر وفي الشرق الأوسط كمان. كانت بتعتبر رمز للعصر الذهبي للسينما المصرية، ودايما كان النقاد بيعتبروها من أكتر الفنانات العربية شهرة ونجاح في زمنها. كان أول ظهور ليها في فيلم أزهار وأشواك، أما آخر أفلامها فكان لا تسألني من أنا، وكمان كان من أشهر الأغاني الوطنية بالنسبة لها كانت وقدمت أدوار مهمة كتير زي بقى المرأة المجهولة، الزوجة 13، شيء من الخوف. وفي الحقيقة بلغت ذروة شادية من النجاح في الخمسينات والستينات أكتر، بحيث بقى إن هي مثلت أفلام كتير رومانسية وكوميدية وتراجيدي، ورغم كده بتعتبر موهبتها الغنائية هي الأصل في كل ده. هي كانت الأساس في إنها تتشهر أصلا وتدخل السينما المصرية. زي ما وضحت هي مثلت فيما يزيد عن 100 فيلم، واحدة غنت ومثلت مع ناس كتير قوي زي عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، زي فيلم معبودة الجماهير في 67، وكمان مع فاتن حمامة في موعد مع الحياة في 54، وطبعا فيلم المرأة المجهولة في سنة 59.
إضافة بقى لكده هي كانت ليها مشاركة في أفلام مهمة جدا زي اللص والكلاب، الزوجة رقم 13، ومراتي مدير عام. ولكن بالنسبة لي شادية ليها أفلام معلقة معايا فعلا أقدر أفتكرها بيها، زي فيلم الشيء من الخوف. يا عيني يا عيني يا عيني عالولد، يا عيني يا عيني يا عيني عالولد، يا عيني يا عيني. بالنسبة لي أداها في فيلم شيء من الخوف من أكتر الأداءات اللي أثبتت إنها قادرة دايما على العطاء، ودايما قادرة على الإبهار بأدائها اللي كان أغلب الوقت متميز. وعندك حاجات تانية مميزة زي دورها في اللص والكلاب مثلا، اللي دايما كان موزون ومسيطر على إيقاع الشخصية. ولكن كل ده كوم، وبالنسبة لي دورها في مسرحية ريا وسكينة كوم تاني خالص. ده حبك جننا يا اسمك. اللي بالمناسبة القصة بتاعت المسرحية دي مختلفة شوية، لأنك هنا مع عبد المنعم مدبولي، أحمد بدير، سهير البابلي، ودول أصلا كل واحد فيهم على الخشبة حوار لوحده، فكونها تقف معاهم وتنافس وكمان تقدر تقدم مونولوج قوي زي ده. امي بتتقتل وشفت نفسي بتذبح وهي سحباني من ايدي وبترميني في قصر البرنس علشان اخدم عنده، اكنس وامسح واشقى واتعب، كل ده مش مهم يا سيدي القاضي. المهم اخر الليل ما اقدرش اقفل عليا باب علشان انام، باب الاوضه لازم يفضل مفتوح. ابن البرنس زي ما بياكل في البيت ويشرب في البيت ويستحمى في البيت لازم يثبت برضه انه راجل في البيت. وبعد فده فعلا اللي كان مبهر للجمهور كله، وبالأخص المسرحية دي بما إنها كانت أول وآخر مسرحية هي عملتها، ففعلا حتى بعد الإعلان عن المسرحية في التلفزيون إن هي اللي هتاخد الدور، هي كانت محطمة من انتقاد الجمهور ليها حتى قبل ما يشوفوها، لأنهم ما كانوش مقتنعين إن شادية تقدر تقدم الأداء الجبار ده، لا وكمان تغني وترقص في قلب المسرحية، وده شيء متوقع. شادية من وجهة نظري هي المزيج اللي يتمناه أي مخرج لممثلة ملامحها رقيقة وصادقة وتقدر تتحكم فيها في أدوار كتير قوي، إنسانة مرنة وبتقدر تطور من نفسها، وفي نفس الوقت صوت حلو ومليان مشاعر يقدر يوصل معاني كتير قوي، ويقدر يسهل عليك حاجات كتير قوي في العمل بتاعك. عيوبك اظن انت عارفها يعني، عشان تملي بقولها لك وانا زنانه، انا عارفه ان انا زنانه واقولها كتير، انك رغاي قوي، خصوصا يعني في التليفون، ده اول عيب. ممكن اقطع؟ شوف عايز ترغي ممكن ادافع عن نفسي؟ اتفضل. انا برغي في التليفون الا في الشغل. ما هو انت ما بتطقيش ان انا هو ممكن تتكلم في الشغل باختصار يعني، هو لازم رغي. مش عرفك اللي بيكلمني بيقول لي ايه؟ الله، طب هي بقى تقول ايه؟ مش كفايه بقى؟ طب اعمل ايه؟ لا انت طبيعتك رغاي، دي معروفه. معادلة الممثل اللي بيغني دي دايما معادلة صعبة، وبتحتاج تفكير كتير من المخرج أو القائم على العمل، إنك تحمل مسؤوليتين لشخص واحد. وزي ما قلت بعيدا عن التجارب بتاعت إنك تجيب مغني معروف وتخليه هو يمثل أو ياخد دور البطولة بمعنى أصح، لأن مع احترامي الشديد لمهنة زي مهنة الغنى، ولكن هي بنسبة 90% معتمدة على الأداء الصوتي، أما التمثيل فهو حوار وعالم تاني خالص. ومش بتكلم على الموهبة منفردة، لا كمان المود لما. ولكن زي ما ذكرت النموذج بتاع شادية نموذج صعب ولكنه مطلوب دايما، عشان موضوع انك تحمل مسؤوليتين لشخص واحد، شخص هيقدم لك اغنية في قلب الفيلم وفي الغالب هتبقى هي الاغنية الرئيسية للفيلم، وكمان هتديله دور مهم جوه الفيلم بتاعك. ولكن هل توافر نموذج زي نموذج شادية تاني مستحيل؟ ما اظنش. كل ما في الموضوع هو احتياج شركات الانتاج لفحص اكتر وتدوير، واكيد نقدر نلاقي 100 شادية تاني في الجيل الحالي. وبس كده، شكرا.